بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. هذه قصة والله لا حقيقية تاع إنسان في عمره 58 عام. هو قال لي يحكيها على رقبتي. هذا الإنسان راه عن طالب اللي يضرب كارطة. قال لي كي رواد عنده شوفوا الأولى اش قال له. قال له أنت عندك مشكل ما بينك وبين خوك، وقال له هاكي غادي تكمل. وقال لي صح أنا كان عندي مشكل ما بيني وبين خويا. قال لي المهم قال لي رجعت للدار، قال لي حكيت للزوجة، قال لي قلت لها شاكين. قال لي وقعدنا نتبعوا، وقال لي كملت كما قال لي هو. قال لي زعما كملت بخير الحمد لله. قال لي رجعت لي بنعطيه زياره. قال لي في الرجعه الزوجه شو قال له في الرجعه الزوجه؟ قال له شوف، قال له انت عندك امانه، قال له فوق ال 15 مليار. من بعد قال لي هو قال لي قلت له زعما هذا 15 مليار وين راهي؟ قال له ذي تيجي صاحبك يتطبع عليك. قال له هذا غادي انسان يسيب لك ربي يتطبع عليك، هو اللي يديك هذه البلاصه في امانتك. قال لي رجعت للدار مشوكي. قال لي شخصتني زوجه، قالت له مالك؟ قال له بدي طالب هاش. قال لي صرات لي مع الاولى الضربه الاولى، قال لي امنا وصرات. قال لي وقال لي الزوجه. قال لي قلت للزوجه، قال لي قاعدين نتبعوا. قال لي صدقني، قال لي راني قاعد مع الزوجه في الدار، قال لي كي تطبع نخرج نجري فليتها. قال لي كاين حل، قال لي كي نجيب واحد من الاقارب قال لي ويجي يتزير، قال لي ويحسب بلي انا مانيش قابله. قال لي بصح لا، قال لي انا عندي حاجه في راسي. قال لي وقعدت نهضر مع الزوجه. قال لي تبوسوسنا على بالك. قال لي صاير، قال لي كنا قريب نهبلوا مع ولادنا. قال لي قلت للمراه، قلت لها شوفي كون تجي هذه الامانه الاولى نشري حمام وندير سيبيرات وسكننا في مصغاليم وربع هواني تحت. وقال لي كنت نحلم بالمرسيدس. قال له نشري مرسيدس جديده. قال له تمرت وشوشت معايا ولا تقول له ساعه انا تخدمني في الحمام ولا في السيبيرات. من بعد قالت له لا اما لا ديرني انا في الحمام مع نساء وتخدم في السيبيرات. وقالت له فاني، قالت له كي نروحوا لسكننا جديده. قال له هذا قش، قالت له هذا قش اللي راه في الدار القديمه. قلت له حاجه ما ندوهاش، قلت له نشري كلشي جديد. قال لي ساي، قال لي مراه بلت معايا. قال لي نقول لك ساي، قال لي كاع شغل هذه 15 مليون 6 وراني نعيش فيها. ومن بعد ولا تقول له واي كي نركبوا اللوطو ما تكسيريش بيا انا خاف. قال لي تامني، قال لي تو تمشوست، قال لي وليت نتمشى في الطريق نهضر روحي. قال لي من بعد كي ندخل للدار قال لي نسيب الزوجه تهضر غير روحها. قال لي ولا تقول لها انت يا كامينه راكي مهبلتني ديجا اصلا في سكنة الناس جديده حاجه ما خرجوهاش منها. قال لي امني ما رقدتش. قال لي قريب شهر ونص، قال لي وانا راه في كروار وجاي. قال لي تنوض الزوجه ولا تقول له ودي ها ورقد باغي غدوه الصباح بالك غدوه الصباح يجي صاحبك يطبطب عليك باش يسيبك ناشط. انا نقول لك شوف ما نكذبش عليكم، كي قاعد يحكي لي فيها قتلني بالضحك في ديك اللحظه، ضحكت. ومن بعد مع التالي ختم انا ما طقتش. قال لي هذا حال الانسان. ايه من بعد استغفر الله يا ربي. قال لي عاود رجعت لي ثلاثه. قال لي كيف المده تاع شهر ونص. قال لي قلت له ديري اللي عطيتوني راه فات بس مازال ما بان والو. ها قال له دير ما نطيقش انا نعرف. قال له من قلت لك شهر ونص صار لي بوت فوت شهرين بالك عام بالك عامين. قال لي مين قال لي كيما قال لي رجعت للدار. قال لي قاطع لي ياس. قال لي قلت له ديري الزوجه هذاك الخبر ما كاينش منه. قال لي عاد قال لي من مورا بوات شهرين. قال لي بشويه قال لي برحت ذيك الفكره من رسانه. قال لي باسكو عشنا 3 موا وحنا عايشينها. راك تشوف من بعد ما تانيش قال لي هذا هو الانسان اللي يتعلق بالمخلوق وينسى الخالق. هذا هو حال الانسان اللي يتعلق من غير يعتمد على غير الله، يعتمد على الانسان ويخلي الخالق. نسال الله عز وجل لي ولكم وللجميع بالهدايه ان شاء الله، والسلام عليكم.